لا يختلف اثنان على أن التاريخ له دور كبير اليوم وحتى في المستقبل. فما التاريخ؟ ما حقيقته؟ هل التاريخ علم؟ هل هو فن؟ هل هو منظومة من التكرار؟ هل هو خاضع للتطور؟ هل نحتاج اليوم إلى أن نعقد رباطا مقدسا مع التاريخ، أم إننا بأحوج ما يكون إلى قطيعة نتيجة للاستدعاء الخاطئ للتاريخ؟ ما رتبة التاريخ في دولة اسمها دولة الإنسان؟ هذه الأسئلة أحاول إن شاء الله مع ضيفي العزيزين في هذه الحلقة أن نجد الإجابة عليها. أرحب ابتداء بضيفي العزيز الدكتور محمد هاشم، أستاذ الدراسات التاريخية في الجامعة المستنصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ. في البداية حقيقة أرحب أشكرك أستاذ ناجي على هذا البرنامج الرائع والناجح، وأشكر كادر قناة العراقية، وأرحب بالضيفة الدكتورة فاطمة. حياك الله. حياك الله. أيضا أجدد التحية وأرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة فاتن محي، التدريسية في كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك دكتور ناجي. طبعا أشكرك على هذا اللقاء القيم، وأشكر كادر القناة العراقية على هذا اللقاء والمعلومات القيمة اللي نقدمها للمواطن. شكرا جزيلا. السؤال التقليدي في كل الحلقات، ومتابعو برنامج دولة الإنسان يعرفون هذا السؤال. أسأل الضيوف ومن وحي الاختصاص عن فهمهم لمصطلح دولة الإنسان. أبدأ معك دكتور محمد، يعني كمختص في الدراسات التاريخية، ما هو فهمك لمصطلح دولة الإنسان؟ الإنسان كائن مكرم، والله سبحانه وتعالى فضله عن باقي المخلوقات، شريطة أن يكون مؤمنا صالحا وليس شريرا أو جحودا. ولذلك أنه شوف أن الكون بمكوناته وأجزاء سخرت إلى الإنسان ليبني الإنسان دولته وفق عقيدة إلهية ينبثق منها نظام كامل للحياة، وبالتالي الإنسان هو صانع تاريخه والمتحكم الفعلي في الأحداث. طيب، يعني ما أفهمه أنت ترى أن دولة الإنسان هي الدولة التي يجعل فيها هذا الإنسان العقيدة الدينية نعم نصب العين ويعمل على تطبيق تفصيلاتها بشكل صحيح، بالتالي نتيجة لتطبيق هذه التفصيلات بشكل صحيح سوف يصل إلى دولة اسمها دولة الإنسان. هذا هو ما تريد أن تصل إليه. دكتورة فاتن، نعم. أنت أيضا كتدريسية مختصة في التاريخ، كيف تنظرين أو كيف تفهمين مصطلح دولة الإنسان؟ إضافة لما تقدم به الأستاذ الدكتور محمد هاشم، أنه دولة الإنسان هو الحضارة، التاريخ، لأن يعني الإنسان بمعزل عن التاريخ أو عن الماضي لا يمكنه فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. جميل. انطلاقا من مصطلح أنه التاريخ هو تسجيل ووصف وتحليل الأحداث التي جرت في الماضي، لكن دراستها على أسس علمية محايدة. من هذا المنطلق حيتوصل الإنسان إلى حقائق علمية تساعده على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. طيب، يعني أفهم من هذا التعريف أنت ترين أن دولة الإنسان هي الدولة التي تستدعي الحضارة طبعا، وهذا الاستدعاء يعني جعل المنظومة أو جميع منظومات المعارف نصب العين والاستفادة منها في بناء دولة اسمها دولة الإنسان. طيب، هذان التعريفان سيكونان إن شاء الله على مستوى من الحضور أثناء الحوار. قلنا اليوم نتحدث عن التاريخ في دولة الإنسان. أنتما على صلة وثيقة بالتاريخ، وربما قد لا يكون هناك فهم واضح لدى السيد المشاهد عن التاريخ. هل أن التاريخ هو علم؟ هل أن التاريخ هو عبارة عن وقائع متكررة؟ هل أن التاريخ هو فهم؟ فما التاريخ؟ التاريخ حقيقة حاجة ملحة لجميع البشر. من خلال التاريخ تعرف الشعوب عاداتها وتقاليدها وقيمها. بالتالي أنه التاريخ هو حوار بين الماضي والحاضر، هو رؤية الماضي بمنظار الحاضر. وهناك حقيقة تعريف لابن خلدون يقول التاريخ هو فن من الفنون تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليها الركاب والرحال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال. في هذا التعريف يريد ابن خلدون أنه هناك مفهومين للتاريخ، ظاهري وباطني. الظاهري هو ما تورده عن أخبار الأيام والشعوب والحضارات والأمثال إلى آخره، والباطن هو بحث
تحقيق. وحقيقة هناك تعريف مرادف إلى المؤرخ الإنجليزي هرنوشا عندما يقول التاريخ هو البحث أو التعلم بواسطة البحث للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وبهذا المعنى أصبح التاريخ علما حقيقيا. طيب. إذن التاريخ هو العلم الذي يبحث عن الإنسان منذ أن وجد في ظل تطوره حتى وقتنا الحاضر. طيب إذن يعني نستطيع أن نخرج بحصيلة من خلال هذا التعريف أي أن نعم. التاريخ هو علم، فضلا عما تفضل به أو ما استشهدت به لابن خلدون من أنه فن، ثم بعد ذلك أردفت هذا القول البحث عن المعرفة وإخراجها بشكل صحيح واستدعائها. دكتورة فاتن، يعني عطفا على ما تفضل به الدكتور محمد، هل نستطيع أن نقول أنه التاريخ ومفهوم التاريخ كما يقول هربرت جورج ويلز هذا الروائي الإنجليزي هو عملية خلق وعملية إنتاج للأفكار، فضلا زيادة على ما تفضل به الدكتور محمد؟ طبعا شيء أكيد، لأن التاريخ أو التاريخ يقوم على دراسة حقائق الماضي وتفسيرها، بالتالي أنه الإنسان يعيد صياغة الماضي وإعادة بناء الماضي وفق وقائعه وزواياه، فبالتالي أنه يحتاج إلى ثقافة واعية وإدراك مثلا شو نقول الحركة المثقفة، أنه يدرك الحركة المثقفة حتى يتوصل إلى حقيقة تاريخية. جميل. أي. طيب يعني بما أن الدكتور محمد ذكر ابن خلدون، وأعتقد أننا سنحيل إلى ابن خلدون الكثير من الاستدلالات والاستعارات والإشارات، يعني حتى نصل إلى الزاوية العميقة في مفهوم التاريخ. حتى نصل يعني ابن خلدون يربط هذه الزاوية بتاريخ اكتشاف الكتابة. طبعا. لا أعلم اليوم أثناء هذه الدراسات الحديثة وهذه الفتوحات في البحث التاريخي، هل أنه هذا المجال أو هذه الزاوية فعلا صحيحة، أن الزاوية الأعمق لفهم التاريخ تكمن بارتباطه باكتشاف الكتابة؟ طبعا، لأن احنا أو العصور القديمة تبدأ في مرحلة اكتشاف الكتابة وبدأ الإنسان تدوين أحداث زمانه حوالي 3000 قبل الميلاد، يعني حضارة بلاد وادي الرافدين ووادي النيل. هذه المرحلة تعتبر هاي العصر القديم، العصور القديمة. في مقدمة ابن خلدون التي تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والاجتماع، فركز على نشوء الحضارات وانهيارها. فالمؤرخ البريطاني الكبير أرنولد توينبي اعتمد على فلسفة ابن خلدون في نظريته التحدي والاستجابة في نشوء الحضارات وانهيارها. فبالتالي أنه ركز على فلسفة ابن خلدون. طيب هذه الفلسفة القائمة على أساس العمران البشري. نعم. طيب هل بالإمكان أن نعتمد بما أنه ابن خلدون ركز على السيرورة في الوجود البشري وتحدث كثيرا عن هذه المساحة، هل نستطيع أن نقول أنه هذا الاستدعاء هو نقطة ارتكاز في فهم المعرفة التاريخية؟ طبعا، لأنه هو ركز باعتبار أنه مثل ما نقول أنه ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، فركز على قدرة الإنسان على بناء الحضارات، لأن هذه الحضارة عندما تنشأ وتنهار تعتمد على عنصر واحد وهو الإنسان. فبالتالي أنه ركز أو فلسفة يعني مقدمة ابن خلدون ركز على هذا العنصر وهي دولة الإنسان. طيب جميل، يعني دولة الإنسان هي حاضرة. يعني عندما نعمل بحث في الكثير من الكتب التي ربما انطلقت من التاريخ أو اهتمت بالتاريخ، نجد بين ثنايا سطور هذه الكتب إشمامة أو ربما لمحة معينة كما أشارت الدكتورة فاتن إلى مصطلح دولة الإنسان. بالتالي هل أستطيع أن أقول أنه الإنسان هو كائن تاريخي؟ هل هذا الوصف دقيق؟ طبعا احنا مثل ما نعرف التاريخ له عناصر ثلاثة اللي هو الإنسان والزمان والمكان. والإنسان هو الأساس طيب. للتاريخ، بدون الإنسان لا يكون هناك تاريخ. فإذا الإنسان هو صانع التاريخ وهو المتحكم الفعلي للتاريخ. لماذا؟ لأنه يشوف أنه مثلا عندما تصفح التاريخ يشوف أنه العامل الأساسي لهذه الأحداث هو الإنسان، وهو القائم بكل شيء هو الإنسان. فالتحول يعني الآن عندما
ننظر كيف تطور مفهوم التاريخ. تطور المفهوم التاريخ بتطور الحضارات والاتجاهات والثقافات والمدارس. هذه المدارس من الذي يعني مثل المدارس الآن الأوروبية اللي لعبت دور كبير حقيقة في تغيير مفهوم التاريخ، بعدما أن كان التاريخ ذو مفهوم ضيق محصور بين قوسين، والآن أخذ مفاهيم جديدة بظهور المدارس اللي هي الأوروبية كالمدرسة الماركسية والفرنسية والألمانية، يعني اللي أخذت أفق واسع، بحيث أنه شفنا إحنا في عصر النهضة كيف تطور مفهوم التاريخ، وكيف يعني سار ب يعني اتجاهات باتجاه المسار العلمي الصحيح، وأصبحت هناك حقيقة ثورة يعني علمية خاصة في مطلع القرن التاسع عشر. أكثر من مفصل تحدثت به دكتور محمد في هذه الإجابة، يعني إجابة جعلتها مفتوحة. يعني أنا عندما سألت عن هل إنه الإنسان هو كائن تاريخي، ثمة إجابة ضمنية. نعم. يعني عندما نقول إنه يكون هناك دور للتاريخ في النهضات في التطور، هذا يعني أن القدرة على التطور موجودة. بالتالي ضمن هذا اللحاظ دكتورة فاتن حتى تشتركي معنا، يعني ضمن هذا اللحاظ ننفي عن هذا الإنسان الكائن التاريخي، ننفي صفة الثبات وصفة السكون، لأنه يمتلك القدرة على التطور، بالتالي هو كائن تاريخي. طبعاً. هل هذا المعنى دقيق؟ طبعا الإنسان هو كائن تاريخي لأنه بحركة مستمرة في تطور مستمر، لأن بالنسبة حتى يستطيع يتنبأ أو يفهم الحاضر حتى يستطيع يتنبأ بالمستقبل، فبالتالي يكون في حركة مستمرة أو في تطور مستمر. الحضارات تقسيم الحضارات عندما في بداية المرحلة الأولى الازدهار والتطور، لكن بعد فترة أو المرحلة الثانية هو شنو التوقف أو الجمود. هذا يعتمد على الإنسان. الإنسان عندما يتوقف عن التطور يعني جمود، بالتالي تتحول لشنو، يعني تصل الحضارة إلى مرحلة الانهيار. جميل. فبالتالي يعتمد هذا كله على عنصر أو الكائن الإنسان. طيب، يعني على صلة بهذا الذي تفضلت به، يعني يعني سؤال يتبادر إلى الذهن، بما أنه التاريخ يقودنا إلى صيرورة في الوجود البشري، فنحن بحاجة إلى أن نتعرف على منطق التاريخ. يعني هل هو منطق تكرار؟ هل هو منطق ثبات؟ طيب، إذا ما عرفنا هذا المنطق بماذا سينفعنا؟ بماذا سينفعنا إذا عرفنا أن منطق التاريخ هو التقدم؟ بماذا سينفعنا إذا عرفنا أن منطق التاريخ هو التكرار؟ يعني هل ينعكس في بناء دولة اسمها دولة الإنسان إذا ما عرفنا هذا المنطق بشكل صحيح؟ نعم. التاريخ ليس ثابت أو متكرر، لكن شنو يعني دكتور متطور، في حالة تطور مستمر. فبالتالي هذا راح يأثر على نشأ الدولة أو نشأ الحضارة. هذه الحضارة تستمر في هذا التطور أم تتوقف؟ فبالتالي ليس ثابت، التاريخ ليس ثابت أو لا وغير متكرر، لكن متحرك. طيب. في حالة تطور. طيب، جميل. دكتور محمد، يعني الحوار في التاريخ لا شك هو حوار سلس، ويجعلنا ننتقل في المخيال وفي الذاكرة إلى مساحات مهمة. ربما ذلك الذي يستدعي بناء الإهرامات يقف عند عظمة تلك الإهرامات، ولكن ثمة إنسان يشتغل على الأنثروبولوجيا العالية فيتحسس آهات ذلك العامل الذي نقل الصخور على كتفه. بالتالي ما نريده نحن أن يصل إلينا من التاريخ، هل وصل بشكل فعلي؟ هل وصل بشكل صحيح؟ أم أنه الذي وصل إلينا هو التاريخ الذي لا يقوم على أساس الحقيقة الإنسانية؟ حقيقة هناك فهم خاطئ للتاريخ. نعم. التاريخ هو ليست جمع روايات، أو أنه التاريخ هو نصوص تاريخية تستخدم يعني كمعرفة فقط. طبعا وهذا طبعا مفهوم كمعرفة فقط هذا ظهر في العصور القديمة، يعني خاصة في القرنين السادس والخامس، في
في الدول عندما نشطت الحركة الفكرية والسياسية في الدولات اليونانية. فبقى هذا المفهوم كمعرفة يعني مختصرة بمعرفة العادات والقيم والتقاليد. الآن اليوم أنه ليس مثل جمع هذه الروايات فقط، وإنما لابد أن تدرس دراسة ناقدة هذه الأحداث، وبعيد عن التعصب، بعيد عن الهوى، ويكون الباحث مثل ما يقول المؤرخ ليو رانجا أنه على المؤرخ أن يتحرر من تحيز الحاضر، أن يتحرر من تحيز الحاضر، حتى لا ينظر مثلا لا ينظر إلى الماضي بمنظار الحاضر، وإنما ينظر إلى التاريخ كما هو بعد أن يخضع إلى الدراسة النقدية، بعد أن يخضع إلى خلينا نقول إلى النقد وإلى التمحيص وإلى التحقيق في كثير من هذه الأحداث. إحنا نشوف للأسف يعني في تاريخنا كأنه كله تاريخ سياسي، يعني تاريخ سياسي حتى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هو تاريخ سياسي. لماذا؟ المنظومة السياسية هي المتسلطة، هي القائدة. الموضوع هو سياسي بالدرجة الأساس، لأنه الكثير من كتبوا من المؤرخين والباحثين هم كانوا موظفين لدى سلطان السلطة. لذلك نشوف احنا تاريخنا خاصة التاريخ الإسلامي به فجوات كثيرة، يحتاج الكثير من الجهد والتمحيص، يعني لأنه هذه الإجابة إجابة مغرية دكتور محمد، يعني فتحت أكثر من باب. الباب الأول باب ما المنهجية التي يجب أن يتبعها المؤرخ. الباب الثاني على المؤرخ أن يدرس عصر الحادثة حتى يستطيع أن يصل إلى مسبباتها، وبالتالي بالأدوات البحثية الحقيقية أو المعاصرة يستطيع أن يصل إلى ربما نتائج تكون غائبة. بعد الفاصل سأكون معك دكتورة فاتن، أسألك عن هذه المنهجية التي أشار إليها دكتور محمد، المنهجية التي يجب أن يتمتع بها المؤرخ. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم. من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين، والجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج دولة الإنسان، وما زال الحديث عن التاريخ في دولة الإنسان. أجدد التحية لضيفي العزيزين الدكتور محمد هاشم والدكتورة فاتن محي، وهذا السؤال عن المنهجية التي يجب أن يتبعها المؤرخ. ما هذه المنهجية برأيك؟ منهج البحث التاريخي هو مجموعة من الطرق أو القواعد التي يجب يتبعها المؤرخ أو الباحث للوصول للحقيقة التاريخية حتى يتمكن في النهاية لإعادة بناء الماضي حسب وقائعه. فالأستاذ الدكتور مرتضى النقيب وهو مؤلف كتاب منهج البحث التاريخي وضح بشكل دقيق منهجية البحث وبشكل علمي، وبحيث يعني يقرب الصورة أو الفهم للقراء. فأهم عنصر بالنسبة لمنهجية البحث التاريخي الوثيقة التاريخية. قبل لحظات ذكرت حضرتك كتابات حضارة وادي النيل. نعم. الإهرامات هاي تعتبر وثيقة تاريخية. طيب. لكن هناك خطأ أنه بعض الوثائق التاريخية تنحاز للمرحلة التي كتبت فيها. أو بعض المؤرخين، كتابات المؤرخين تسيطر عليهم الأيديولوجيات السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة حتى يتم التحرر من هذا التحيز. نعم. يعني هل إنه منهجية البحث التاريخي الموجودة حاليا تحرر المؤرخ من هذا الانحياز؟ طبعا المؤرخ أو الباحث يجب أن يبتعد عن الانحياز أو التحيز لهذه الفترة أو لهذا الشخص. نعم. أو هذه الأيديولوجية السائدة في إنه متحرر مثل ما ذكر دكتور محمد. هذا الوجوب ألا يقتضي وجود سكة يسير عليها المؤرخ؟ بالتالي إنما نقول يجب، يعني ربما في بعض الأحيان هو يحقق هذا الوجوب وفي بعض آخر لا يحقق هذا الوجوب. نعم. فهل ثمة سكة يجب أن يسير عليها المؤرخ حتى لا يقع في فخ التحيز؟ طبعا
بانه لان كل مؤرخ له وجهه نظر، له وجهه نظر وهو اللي يتخذ القرار، فيجب ان يسلك طريق انه بعيد عن التحيز. بعض الوثائق توفر لدى هذا المؤرخ او ذاك، لكن هذا لا يضمن اتفاق المؤرخين على تاويلها نفس التاويل. جميل هذا المعنى. نعم. على ذات المنوال دكتور محمد، فيما يخص منهجية المؤرخ، أستذكر ما قاله بول ريكور هذا الفرنسي أستاذ الإنسانيات المعاصر، وكأنه وضع لنا أساس. أسمع منك التعليق على هذا الأساس. يقول منهجية المؤرخ هي المحددة للمعرفة البشرية. كيف تعلق على هذه الجملة بالذات؟ طبعا احنا استاذنا الدكتور ناجي، اولا احنا نحتاج اليوم الى الدراسه الواعيه. دراسه الواعيه ومتابعه الحوادث التاريخيه، ويعني الحوادث التاريخيه ومعرفه الظروف التاريخيه اللي هي خرجت منها الاحكام التاريخيه. نعم احنا عندنا منهج تاريخي، ولكن هذا المنهج التاريخي هل يعني يستطيع مثلا الاستاذ الجامعي او باحث اخر انه يمشي وفق منهجيه البحث العلمي؟ في واقعنا حقيقه هناك اختلاف في الراي، في الاهواء، اختلاط في الاوراق. لذلك احنا يعني اليوم مثل ما قلت تكون نظرتنا الى التاريخ ننظر لها نظره ايجابيه، يعني بالرغم من انه في التاريخ في مردود سلبي وفي مردود يعني ايجابي. فهذا يتحتم علينا احنا نبحث عن المشتركات اللي هي التاريخية والإسلامية، حقيقة يعني نبحث عنه. خلينا نقول التاريخ الذي يجمع ولا يفرق في هذه المنهجية. أما أنه مثلا أنه المؤرخ أنه يكتب وفق منهجية العلمية، أعتقد يعني احنا في عالمنا العربي هذه المنهجية مغيبة. أما في الغرب هناك فصحى يعني موجودة، ودليل على ذلك أنه في عصر النهضة أوروبا أو الغرب اتبعوا المنهجية العلمية، وشفنا أن القرن التاسع عشر شلون وصح يعني خاصة في ألمانيا مثل ما قلنا أصبحوا هم مهد المجال العلمي. طيب جميل. في الدراسة. يعني لو أردت أن أضغط هذه الإجابة للسيد المشاهد، يعني أقول حتى يخرج المؤرخ من دائرة التحيز ويدخل في دائرة المنهجية العلمية، عليه أن يبحث عن المشتركات. نعم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل نستطيع أن نقول أنه على المؤرخ أن يميز بين التاريخ الظاهر وبين التاريخ الباطن؟ وعندما أقول التاريخ الظاهر أقول مجموعة أخبار الدول والوقائع، وعندما أقول الباطن أقول مجموعة التحليل ومجموعة القدرة على التعليل وفهم الكيفيات. هل عليه أن يميز حتى يصل إلى منهجية إيجابية واعية ليس فيها انحياز؟ احنا حقيقة يعني احنا فرق عندنا بالتاريخ وعلم التاريخ. طيب. التاريخ هو كل ما حدث، يعني ما ورد من اخبار الماضي والحاضر، يعني هاي يسمونها معرفة العادات والتقاليد والقيم وكذا. وبين دراسة الحوادث التاريخية وفق يعني منهجية علمية، يعني البحث في هذه الروايات، البحث في النصوص التاريخية، دراستها دراسة نقدية، يعني يتميز الباحث أنه بالعدل والإنصاف في إقرار الأحكام اللي هي تخرج حتى تكون أكثر مقبولية. طيب. وتكون لها فسحة يعني واسعة في المقبولية لدى يعني قارئ التاريخ في هذا الاتجاه. طيب، يعني دعنا نشرك الدكتورة فاتن في هذه المساحة بالذات حتى لا نغادرها وتكون الصورة واضحة لدى السيد المشاهد. حتى يخرج المؤرخ من المنهجية السلبية ويدخل في المنهجية الإيجابية، هل عليه أن يميز بين التاريخ الظاهر والتاريخ الباطن، أم أن هذه المسألة ربما تبدو لي كغير مختص بسيطة لكنها للمختصين تبدو عويصة وشائكة؟ منهجية التاريخ أو منهجية الصحيحة التي يسير عليها أو يتبعها المؤرخ تحتاج إلى ثقافة واعية، فيجب أن يربط بين دراسة علم التاريخ والتحليل. فمثلا درس واقعة أو حادثة تاريخية، فيجب تحليل هذه الحادثة، لماذا وقعت؟ ما هي الأسباب لحدوث هذه الواقعة؟
ودراسه النتائج. طيب. فبالتالي يربط المنهجيه الصحيحه يربط بين دراسه التاريخ والتحليل. لان بالتالي منهج البحث التاريخي يحتاج الى ثقافه واعيه تدرك او ترتبط بحركه الزمن لان هذه حركه الزمن تؤثر بصوره مباشره او غير مباشره على الحقيقه التاريخيه او على النص التاريخي الذي كتب في تلك الفتره. طيب. فبالتالي نصل الى نتيجه واحده انه عدم الفصل في منهج البحث بين الدراسه وبين التحليل. طيب يعني لا اعلم حتى يستطيع بالتالي الانسان او قصدي الباحث او المؤرخ يعيد بناء الماضي لكن بصوره صحيحه. طيب هذا ما نريد ان نصل اليه. اعاده بناء الماضي بصوره صحيحه، بمعنى انه اذا ما اخطانا في اعاده استدعاء او بناء الماضي بشكل غير صحيح فاننا نصل الى تغييب الجنبه الانسانيه. الان وصلنا الى بيت القصيد. اليوم هل نجحنا في استثمار التاريخ لبناء دولة اسمها دولة الإنسان؟ هل نجحنا دكتورة؟ طبعا نجحنا، لأن إذا إحنا حضارة وادي الرافدين. طيب. والدليل على ذلك أنه الإرهاب أول شيء استهدف الإرهاب خاصة في هذه الفترة ومما يعرف بداعش هو الآثار، آثار الموصل. طيب. استهدفوا الآثار لأن الإنسان بدون تاريخ وبدون حضارة لا يمكن أن يعتبر إنسان. طيب ولكن التاريخ اليوم إذا ما ربطنا على كتفه نراه تارة يعمل على تكسير العقل ورفع من شأن المنحى العقائدي، وتارة العكس. بالتالي هناك جملة من التناقضات، وكما قلنا إذا ما كان لدينا مؤرخ غير منهجي غير إيجابي فسيكون أو سيقع في فخ استدعاء الخاطئ. طبعا. بالتالي ربما التاريخ الآن لا يشكل نقطة ارتكاز حقيقية تبني لي دولة إنسان بهذا المعنى الذي ذكرتيه. نعم. فكيف نستطيع أن نرمم، كيف نستطيع أن نجعل للتاريخ دورا إيجابيا حقيقيا؟ حاليا وخاصة هذه الفترة الحرجة اللي نمر بها فيجب أن نتكئ أو نرتكز على تاريخنا أو حضارتنا، لأن بالتالي حتساعد على نشوء الدولة من جديد. الدولة في حالة انهيار، في حالة انهيار. طيب. لكن عندما نرجع إلى تاريخنا أو حضارتنا راح ينطينا حافز أو إعاز لبناء الدولة من جديد. طيب جميل. دكتور محمد، ذكرنا أكثر من مرة مسألة المعرفة التاريخية. حتى تكون لدينا معرفة تاريخية حقيقية تساهم في بناء دولة اسمها دولة الإنسان. البعض عندما يستمع إلى مصطلح المعرفة التاريخية يقول هذا مدعاة إلى وجود تداخل بين الأنا والآخر، تداخل بين الماضي والحاضر، تداخل بين الملاحظة والافتراض على سبيل المثال. بالتالي لا أعلم هل أنه البحوث التاريخية اليوم، هل أنه الكثير من المختصين أو البعض من المختصين يعزف على هذا الوتر، يكتب، يبحث في هذه المساحة المهمة، لأن هذه المساحة ربما تعطيني حلول، ربما تعطيني منهجية لم يتم الاعتماد عليها قبل عقدين من الزمن على سبيل المثال. فلا أعلم لقربكم من زاوية الحدث في التاريخ والتحليل، هل تم وجود نشاط بحثي، نشاط اكتتاب في هذه المساحة؟ استاذ ناجي، حقيقه احنا لو نرجع الى تاريخ الامه العربيه الاسلاميه، تاريخ خلينا نقول العربي الاسلامي، انه تميز بالنزعه التاريخيه. هناك اكثر من 5000 مؤرخ، وهناك اكثر من 15,000 كتاب، بعض الكتب يصل الى 80 الى 100 مجلد. 15,000 كتاب فيما يخص التاريخ فقط. التاريخ لذلك احنا نشوف انه لو نشوف انه من هذه الكتب نشوف انه هناك اختلاف في الروايات، اختلاف حقيقه اختلاف كبير في هذه الروايات. الطريقه الافضل هو معرفه الظروف التاريخيه اللي خرجت منها هذه الاحكام. الان احنا عندنا اختلافات حقيقه في الاحكام، كل واحد يقول هذا الراي وهذا التوجه وهذا هذا الفكر. يعني على سبيل المثال تاريخنا تقريبا هو تاريخ نسميه تاريخ الطبري، مو صحيح؟ تاريخ ابن كثير، تاريخ المسعودي، تاريخ اليعقوب. تاريخ الطبري اذا ردنا نصفح له تاريخ الطبري نشوف انه
في أكثر من 283 مورد اعتمد على كتاب سيف بن عمر التميمي. طبعا الكتاب تاريخ الفتوح الكبير والردة اللي هو في 170 هجرية أعتقد. فهذا المؤرخ اتهم بالكذب. طيب في إلى ماذا تريد أن تصل من خلال هذه الاستشهادات؟ احنا اللي اجانا اللي وصلنا تاريخ مشلول. تاريخ مشلول بامتياز. فيتحتم علينا احنا اليوم او على المؤرخ والباحث انه يبحث عن التاريخ الذي يجمع عن المشتركات. واحنا في تاريخ امتنا الحقيقه هناك محطات مضيئه، لانه مثل ما تعرف انه امتنا الاسلاميه تميزت في التاريخ العريق وبالارث الحضاري، ولها باع طويل حقيقه في صنع طيب لا يختلف التغيرات على هذه المفردة بالذات. يعني هذه المساحة التي ذكرتها زاوية المشتركات عندما تغيب الحقيقة، وبالتالي يصل إليك تاريخ قد غيب الحقيقة. سؤالي بعد الفاصل. إذا نعم. اسمح لي، هو القصد انه اللي عندنا احنا عندنا المتلقي الان يقرا تاريخ مسير، يعني من تاريخ اللي كتب يعني. طيب. هذه الروايات يعني هسه مثلا نشوف انه المتنبي من يتطرق الى الروايات التاريخيه ويعني بانواعها ويقول اخر مطاف الله اعلم. شلون؟ يعني ما تجيك حقيقه. طيب. هذا التاريخ كتبته. فلذلك احنا شو نقول حتى نتخلص من المشاكل وتكون مساحه للتاريخ هناك لها قبوليه، نبحث عن المشتركات التاريخيه. اتضحت هذه الصورة احنا تاريخنا استاذ ناجي يختلف عن التاريخ الاوروبي. طيب اتضحت هذه الصورة. يعني اليوم الذي وصل الينا هو التاريخ الذي كتبته الحكومات على مدار التاريخ، وكل حكومة تكتب وفقا لهواها، فإذا ما وافق هذا الهوى حقيقة ما ذكرت، وإذا لم يوافق عملت على تغييبه. بعد الفصل سأكون معك دكتورة فاتن وأسألك السؤال التالي: التاريخ الذي وصل إلينا لربما وإلى حد كبير عمل على تغييب الدليل الناهض والحقيقة الناهضة، فما هو المنهج الذي يعمل على استرداد ذلك الدليل الناهض وإعادة إطلاق سراحه من جديد؟ بعد الفاصل لو سمحتي. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير وأخير ثم نعود إليكم. من جديد أهلا بكم، والجزء الأخير المتبقي من هذا الحوار. عودة إليك دكتورة فاتن. اليوم الكتب التي وصلت إلينا ليست هي حقيقية وصادقة برمتها، ثمة هناك بين ثنايا تلك الكتب وفي صفحاتها رواية مدسوسة وحدث تاريخي غير صحيح غيب الحدث الحقيقي. بالتالي أسأل، والسيد المشاهد أيضا قد يدور في ذهنه هذا التساؤل: ما المنهجية التي تعمل على إعادة هذا الدليل الغامض أو الذي يغيب إلى مساره الصحيح؟ ما هي المنهجية؟ طبعا في حالة أنه على المؤرخ أو الباحث الرجوع إلى إعادة صياغة الكتاب أو الحدث من جديد، وبذلك أنه يعتمد على طرق علمية حديثة أو أسس علمية حديثة، حتى مثلا يرجع إلى الوثيقة التاريخية. يرجع إلى وثيقة تاريخية أنه هذا الحدث. نعم. أنه هذا الحدث يعني مرتبط بوثيقة تاريخية، توجد وثيقة تاريخية، أو مثلا عندنا الرواية كثير من الوثائق التاريخية ترتبط بهذه الرواية، فيرجع المؤرخ والباحث يرجع من جديد لدراسة أو بحث وتحليل هذه الوثيقة أو الرواية. طيب. يعني مثل عندنا المؤرخ العراقي الكبير الله يرحمه عبد العزيز الدوري، فإنه وصل لنا كتابات يعني بغاية الروعة، إنه دمج التاريخ العربي الإسلامي بصورة حديثة، دمج الأصالة بالتاريخ. فإلى كثير مثل كتابه في مقدمة في تاريخ الإسلام أو مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي. نعم. فالأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري دمج بين الأصالة من مؤلفات المؤرخين العرب
مع الحداثه. طيب. حتى يوصلنا انه شنو صوره جميله للتاريخ العربي الاسلامي. هذا الدمج يعني أليست فيه محاذير على سبيل المثال؟ يعني بما أننا نتكي على المعرفة التاريخية، المعرفة التاريخية وفقا لرأي ماكس فيبر هي محدودة، بالتالي ألا يوجد محاذير في هذا الدمج؟ طبعا انه اعتمد على الوثيقه التاريخيه واعتمد على الروايه التاريخيه، على التحليل، نعم. وليس فقط سرد الاحداث. فبالتالي حتى يصل الى حقيقه تاريخيه، انه هذه الحقيقه التاريخيه لا تتعرض الى التشويه او الاخطاء. فبالتالي هو دمج بين الاصاله طيب. والحداثه. إذن الاعتماد على الوثيقة التاريخية التي لا لبس فيها طبعا. والتي تعتبر من هي المشتركات. اهم عنصر في منهج طيب. البحث التاريخي الوثيقه التاريخيه. وكما قال الدكتور محمد المشتركات هي تعتبر من المشتركات. طبعا. المعرفة التاريخية حتى يكون لها دور في بناء مجتمع يعي الفهم الإنساني أو بناء دولة اسمها دولة الإنسان، هل يجب علينا أن نميز بين المعرفة التاريخية كمعرفة علمية وبين اليوتوبيا وبين الأسطورة وبين التقاليد الشعبية وما إلى ذلك؟ طبعا دكتور ناجي، المعرفة هي ملازمة للإنسان يعني، وهذه الملازمة أو الارتباط هي اللي تربط التاريخ حقيقة والإنسان ارتباط وثيق. وهذا الارتباط حقيقة مر بعدة مراحل تطورية. بدأ من الرواية الشفهية كصورة بدائية للتاريخ، كصورة قبل المعرفة، قبل أن تعرف القراءة والكتابة، إلى فضاء رحب بلغ في التاريخ سمو العلم، وارتقى فيه الفكر التاريخي ليلتحم مع الفكر الفلسفي ليحل مشاكل التاريخ كعلم ومشاكل البشرية. حقيقة أنا اللي أريد أوضحه أنه إحنا اليوم بحاجة إلى المزاوجة بين الماضي وبين الحداثة. طيب. يعني دكتورة فاتن تقول لا احنا فقط نعتمد على الماضي، ولأنه احنا دكتورة فاتن ذكرت عملية الدمج بين الأصالة والحداثة. والحداثة. إيه. فاليوم احنا محتاجين يعني نعم. أنه المزاوجة بين الماضي وبين الحداثة حتى نقدر احنا نواكب الحضارات. طيب هذه المزاوجة وهذه الرغبة بالتلاقح، يعني ألا ترى أننا بحاجة إلى أدوات ووسائل صحيحة؟ هذه الأدوات تجعلني أسير في الحد الفاصل، أسير في الحد المحايد، في الذات الموضوعية التي لا تعمل على تضييع هويتي التاريخية أو هوية المعاصرة التي أريد أن أكتسبها. احنا استاذ دكتور ناجي يحتاج الى الدراسه الواعيه. نحتاج الى الدراسه الواعيه. يجب حتى نكون واقعيين، يجب تصفيه الينبوع الذي اعطانا الافكار وهو التاريخ. طيب التاريخ دكتورة فاتن. نعم. الدراسة الواعية، هل أفهم أن الدراسة الواعية تتطلب مني أن أجد وسائل جديدة أو دراسات جديدة في مناهج البحث التاريخي؟ تتطلب مني هكذا؟ طبعا، لأن هو بالتالي المنهج البحث هو يحتاج الى ثقافه واعيه. يعني الفرد في المجتمع يحتاج الى ثقافه. طيب. يستفاد من التجارب السابقه. مثل عندنا 1945 كده اليابان، الامبراطوريه اليابانيه تعرضت الى القنبله الذريه هيروشيما، لكن ننظر الى هذه الامبراطوريه كيف قامت من جديد، كيف قامت من جديد ووصلت الى هذه المرحله من التقدم. فاستفادوا من الماضي. طيب. رجعوا للماضي، عندهم ارتباط بين الماضي وبين الحاضر. طيب هذا الارتباط بين الماضي والحاضر، الأمم المتطورة طبعا استفاد. طيب الأمم المتطورة مثلا عندما نقول بريطانيا على سبيل المثال، بريطانيا يعني عندما كانت مستعمرة للكثير من الدول تقول أنا على استعداد أن أتنازل عن عشرات المستعمرات ولكني لا أتنازل عن مسرحية لشكسبير. شكسبير ينتمي إلى الماضي ولكن شكسبير يشكل بارقة إنتاج وإبداع فيها لمحة إنسانية. إذن عملية الاستدعاء الصحيح هي ما نحتاج إليه اليوم. نحن اليوم هل رسبنا في درس التاريخ دكتورة؟ طبعا بالنسبة برأيي يعني رسبنا، لأن ما استفادينا من تاريخنا أو من أخطائنا. نعم. حتى نبني من جديد دولة. يعني
مش يعني الفرد بقى يعني في مكانه لا يتحرك او يرجع مثل يرجع للماضي، يرجع للتاريخ، يرجع للحضاره، نعم. حتى يستفيد منها في بناء الدوله في المستقبل. لان بالتالي هو حيفهم الحاضر فيتنبأ في المستقبل. طيب اذا دكتور محمد، ذات السؤال، درس التاريخ درس لا يمكن ان ينسى ولا يمكن ان يهمل. بما ان الدكتوره قالت اننا رسبنا في درس التاريخ، اولا قبل ان اعلق، انت هل تقول نحن رسبنا في درس التاريخ ام لك راي اخر؟ لا، انا لي راي، انا يكون هناك فهم خاطئ في التاريخ. مثلا انت ما تفضلت قلت انه بريطانيا، ونحن بريطانيا انه استفادت من التاريخ. يعني شوف انه كانت انجلترا بالعصور القديمه كانت فيها قبائل تعرف بالكلتين واليبرين، قبائل متوحشه. من جاءهم الرومان حقيقه ما تاثروا بالحضاره، لكنهم انعجبوا بالرومان، وشفنا انه فرضوا على الملك جون الاول مالتهم الماكنا كارتا عندما انهزم في معركه عام 1214 معركه بوفين. شفنا في انجلترا ظهر البرلمان الكبير في عام 1265 فتنه. شفنا انه البرلمان النموذجي عام 1295. فاذا الماكنا كارتا اللي هم خلوها دائما صحيفة حقوق الانسان، والدليل على ذلك انه الكثير من الثورات اللي قامت في اوروبا الا في بريطانيا لم تقم، لانها مرت بمراحل طيب هذه المكنة كارتا تاريخيه التي ذكرتها واصلاحيه. دكتور، يعني عندما نقول المكنة كارتا نقول جون أوكلاند، ونحن لدينا صحيفة حقوق إنسان تتمثل في وثيقة المدينة. هناك تم استدعائها بشكل صحيح وهنا لم يتم الاستدعاء بشكل صحيح. بالتالي أنا ما أريد أن أصل إليه حتى أعتمد على التاريخ في بناء دولة اسمها دولة الإنسان، حتى يكون للتاريخ دور في بناء دولة اسمها دولة الإنسان. يعني لابد لي أن أخطو خطوات صحيحة، خطوات علمية. قبل قليل نقول المعرفة التاريخية التي تستند على المعرفة العلمية. بالتالي لدي تقصير، حتى أخرج من طائلة هذا التقصير ويكون التاريخ عندما أستدعيه إلى اللحظة الراهنة، إلى راهن هذه اللحظة، يكون إيجابيا ويكون نافعا، يعطيني زخما ودفعا للأمام. ماذا أفعل؟ سعد، هي اولا لو وظفت الامه التاريخ بصورته الصحيحه اعتقد يكون هو يكون عنصر بناء لدوله الانسان. بمعنى انه الامه لو وظفت التاريخ كعنصر بناء مع العناصر الاخرى تكون امه حيه وقادره على فهم تلك المعوقات اللي تعيقها، وتقدر تبني مجتمعاتها وفق اسس علميه في كافه المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وبنفس الوقت تكون امه مؤثره في المحيط اللي تعيشه. يعني لذلك احنا نقول الاستفاده من التاريخ، علينا نتبع الاحداث التاريخيه، علينا انه معرفه الظروف التاريخيه اللي خرجت منها الاحكام التاريخيه. لو المساله في توظيف اريد اوصل لك اياها بس الفكره باختصار. لو الباحثين بحثوا يعني بصوره صحيحه تاريخ الائمه عليهم السلام، تاريخ الائمه في جميع الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه، اعتقد انه يكون هناك فهم للاختلافات اللي صارت في الاحكام، ويكون هناك يستفادون استفاده كبيره في حياتهم. طيب. احنا كل شيء مع بعض. دعنا نشرك الدكتوره عمليه توظيف التاريخ. نحن كما يقول الدكتور محمد بحاجه الى توظيف التاريخ. ارى باننا رجعنا الى ذات النقطه والى ذات الاستفهام: كيف نستطيع أن نوظف التاريخ توظيفا صحيحا؟ طبعا. على سبيل المثال مثل ما ذكر الدكتور محمد هاشم الماجنا كارتا، احنا قبل عندنا قانون حمورابي او مسله حمورابي 282 قانون. نعم. هذه القوانين كلها تبحث في الاسره، الاقتصاد، القانون. فهذه نرجع لهذه على سبيل المثال لمسله حمورابي نستفاد منها حاليا. نوظف التاريخ او نوظف الحضاره في بناء دوله في المستقبل. فبالتالي راح نوظف هذا العنصر في خدمه المجتمع. كلمه اخيره دكتوره فاتن محي، رتبه التاريخ في دوله الانسان، ما هي الرتبه التي تعطينها للتاريخ في دوله الانسان؟ الحضاره او والرقي. طيب، الحضاره والرقي. كلمه اخيره دكتور، ماذا تريد ان تقول عن التاريخ في دوله الانسان؟ فضاء رحب
بلغ فيه التاريخ سمو العلم يعني إلى أعلى المستويات، لأن بدون التاريخ أعتقد لا تكون هناك، لا نعرف ماضينا، مثل ما يقول ابن خلدون، عندما نريد أن نعرف الحاضر المجتمع علينا أن نمر بالأطوار السابقة اللي يمر بها المجتمع وهو التاريخ. شكرا جزيلا الدكتور محمد هاشم أستاذ الدراسات التاريخية في الجامعة المستنصرية، وأيضا الشكر موصول للدكتورة فاتن محي التدريسية في كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية. شكرا لكما. وقبل الختام أحبتي المشاهدين أستذكر ما قاله شيشرون، يقول: من لا يقرأ التاريخ سيبقى طفلا صغيرا. لمن لديه أي تعقيب أو استفسار حول هذه الحلقة أو الحلقات الماضية من برنامج دولة الإنسان، ما عليه إلا أن يراسلنا على البريد الإلكتروني naji_1900@yahoo.com.